مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لهذا اليوم حتكون طريقة عمل كوكيز الشوفان الصحي. حنيجي بالبداية لطريقة العمل. احتاجت هنا تقريبا بياض بيضتين، وضفت لهم القليل من الملح، ومن بعدها حنبدي بالخفق. ومن ثم نزلت عليهم شوية من الفانيلا، وحنستمر بالخفق إلى أن يتحول المزيج إلى البياض. هنا نضفت لهم تقريبا 3 ملاعق من زيت جوز الهند بعد إذابته. من بعدها ضفت هنا 80 جرام من حبوب الشوفان، و60 جرام من دقيق الشوفان، ونزلت عليهم 30 جرام من بذور عباد الشمس وبذور اليقطين. هنا استخدمت التوت الأحمر المجفف، بس إذا ما متوفر عندكم تقدرون تستعيضون عنه بالزبيب أو الكشمش. ضفت بعدها المشمش المجفف واللوز وحبوب الشيا، وإذا ما متوفر عندكم حبوب الشيا تقدرون تستبدلوها بالسمسم. وضفت نص ملعقة من القرفة، وربع ملعقة من البيكنج باودر، و3 ملاعق من العسل. أما المكون الأخير فضفت ملعقة من حليب اللوز. إذا لاحظتوا أنه مكون المزيج الكوكيز شوية بقى ناشف تقدرون تزيدوا له من حليب اللوز. حنبدي هنا نرصها بالصينية. حناخذ أي قلم مدور متوفر عندنا، ومن بعدها ناخذ كمية قليلة من المزيج ونبدي نضغط عليها بالملعقة، ونرش على سطحها حبوب الشيا. حندخلها للفرن بدرجة حرارة 170 لمدة 15 دقيقة. فهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم. فإذا عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم لتحضير الكوكيز الصحي فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير.